الدواء الذي يوجد فيه نسبة من الكحول هل يجوز تناوله؟ الكحول على نوعين: كحول سام وكحول مسكر. فأما الكحول السام فإذا وضع في الدواء فإنه لا يؤثر عليه ولا ينقل حكمه من الحل إلى التحريم، وذلك لأن هذا الكحول إنما فيه قتل للمضار والحشرات والبكتيريا التي تكون في البدن، وليس محرما لذاته، إنما تحريمه عند وقوع الأذية منه. والنوع الثاني من أنواع الكحول ما كان مسكرا ولو لم يسكر قليله، فإذا كان كثيره يسكر فإنه لا يجوز وضعه في الدواء، ولا يجوز أن يتناول الإنسان المريض هذا الدواء الذي فيه كحول مسكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وقال: عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، فإنه ما من داء إلا وله دواء. ومن ثم هذا الكحول المسكر لا يجوز وضعه في الدواء. نعم. أبو محمد من الأردن، تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، حياك الله يا أبو